إنه أنا روجي. ها أنا أعود مجددا لأقدم لكم فيديو صغير أكشف فيه جميع أسراري الصغيرة. هل أيديكم نظيفة؟ هل أنتم مشتركين؟ لذلك دعونا لا نضيع المزيد من الوقت. هيا بنا. مرحبا أصدقائي الأعزاء. اليوم سأريكم كيف أحضر فطيرة الباسك بالفواكه. لتحضير هذه الفطيرة الرائعة واللذيذة نحتاج بالطبع إلى عجينة سابليه ذات جودة عالية وكريمة باتيسير، وبالطبع نحتاج أيضا إلى الفواكه. هنا الفواكه التي سأستخدمها هي التوت الأزرق، لكن يمكنكم استخدام الفواكه التي تفضلونها. إذا كنتم لا تعرفون كيف تحضرون عجينة سابليه جيدة أو كريمة باتيسير جيدة، سأضع لكم الروابط هنا في الأعلى أو أسفل الفيديو، حيث سيتم توجيهكم إلى الفيديوهات التي تشرح كيفية تحضير هذين الشيئين. وفي هذه الأثناء سأريكم كيف أفعل ذلك. هيا بنا. على سطح العمل لدي وضعت عصوين بسمك واحد أو 2 ملم. وفي المنتصف بالطبع سأضع كمية كافية من الدقيق. وفي المنتصف آني أضع عجينة السابلي التي وضعتها في الثلاجة لبعض الوقت حتى تصبح أكثر تماسكا. الآن سأرش المزيد من الدقيق فوقها. سأقوم بفردها. وأديرها إذا لزم الأمر. لأصل إلى سمك 2 ملم. وهكذا انتهيت من ذلك. بعد ذلك آخذ القالب الدائري الخاص بي. هنا لدي قالب دائري بقطر 22، لكن هذا ليس بالأمر المهم حقا. أقطع العجينة الخاصة بي، وبالطبع أزيل كل الأطراف. بعد ذلك سأجمع العجينة لأضعها في القالب الدائري الذي وضعته على صينية الخبز. مع هنا لدي بساط سيليكون مثقب وهو مناسب جدا لهذا الغرض. والآن سأقوم بعمل الحواف. أعود إلى العجينة وأفردها مرة أخرى حتى أحصل أيضا على سمك 2 ملم هكذا. ثم سأقطع شرائط بعرض تقريبا عرض إصبعين. ليس من الضروري أن يكون الأمر دقيقا جدا. وبالطبع أقطع الحواف جيدا، ثم سأضعها على الجوانب هكذا. وبالطبع دهنت القالب جيدا من قبل. العجينة لدي طرية قليلا، ربما كان يجب أن أتركها في الثلاجة مدة أطول قليلا، لكن لا بأس، ستنجح الأمور على أي حال. وأقوم بذلك حول كامل الدائرة. والآن باستخدام كيس التزيين سأضع طبقة من الكريمة الباتيسير على كامل السطح. وبمساعدة ملعقة مسطحة أقوم بتسوية كل شيء جيدا حتى تتوزع الكريمة في كل مكان، ولتكون الطبقة متساوية في جميع الأنحاء. الآن سأرش الكعكة بالتوت الأزرق وأضع كمية كافية من
طبقة من التوت الأزرق. أضغط قليلا لكي تدخل بعض الحبات في الكريمة. وهكذا لدينا أصبحت في كل مكان. الآن سأخذ جزءا من العجينة مرة أخرى بين عصاي الخشبيتين دائما بسماكة 2 ملم، وسأقوم كما فعلت سابقا اخفضه حتى أصل إلى سماكة 2 ملم. سأقوم بسحب العجينة على قطعة من البلاستيك، والآن سأغطي كعكتي. أنا ذاهب بالطبع. أضبط نفسي والضغط عليها. أرفع الحواف وأضغط جيدا في كل مكان. باستخدام سكين صغير سأقوم بقص العجينة الزائدة حولها. الآن سأستخدم بيضة قمت بإذابة القليل من السكر وقليل من الملح فيها، وأدهن الكعكة جيدا في كل مكان، أليس كذلك؟ هناك كمية كافية. بعد ذلك سأحدد الحواف بالشوكة هكذا لأرسم شكلا صغيرا. أقوم بذلك حول الكعكة كلها. وأرسم أيضا شكلا صغيرا على الوجه. وبالطبع بين كل معين هنا سأصنع ثقبا صغيرا هكذا. هذا سيسمح بتبخر الرطوبة من التوت أثناء الخبز حتى لا تنتفخ كعكتي. والآن لم يتبقى لي سوى وضعها في الفرن لمدة حوالي 40 دقيقة على حرارة 180 درجة. نلتقي بعد قليل. ها هي كعكتي أصبحت جاهزة. الآن لم يتبقى لي سوى أن أتركها تبرد. نلتقي بعد قليل. حسنا، الآن بعد أن بردت يمكننا تقطيعها لكي نستمتع بها. تتقطع بسهولة، وممكن أن نروي الداخل هنا. سنقوم بتقطيع شرائح لنأكل كل هذا، وها هي مع شريحة. بهذا سنستمتع كثيرا، وأتمنى لكم شهية طيبة، وإلى اللقاء. آمل أنكم أحببتم هذا الفيديو. الآن أنتم تعرفون كيف تصنعون العشر. جربوه، الأمر ليس صعبا، وسوف نراكم قريبا في الفيديو القادم. إلى اللقاء. لا تنسوا ضعوا إعجابا صغيرا، اشتركوا في القناة، شاركوا فيديوهاتي، وشكرا لكم على ترك تعليق